دايما لما تبتدي تتعرف على أي شخص وعايز تخلي الشخص ده يتكلم معاك، يفتح لك قلبه، يتكلم عن حقيقة مشاعره، يهتم بيك، فأنت قدامك نوعين من الأسئلة اللي ممكن تستخدمهم معاه وأنت بتتكلمه. نوع منهم أنا ما بفضلش إنك تستخدمه، والنوع ده اللي هو السؤال المغلق أو السؤال الكلوز. والشخص لما أنت بتسأله بنوعية الأسئلة الكلوز دي مش هيبقى قدامه غير إنه يجاوبك بآه أو لأ. زي مثلا، هو أنت فطرت؟ فالشخص هيجاوبك بإجابة واحدة آه أو لأ. هو أنت شربت قهوتك؟ الشخص هيجاوبك بإجابة واحدة آه أو لأ. أنت ذاكرت؟ كل الأسئلة دي إجابتها زي ما أنت شايف آه أو لأ. وده سؤال مغلق وما ينفعش تستخدمه لأنه مفيش فرصة للكلام. ما افضلش انك تستخدمه. لو انت عايز الشخص يفتح ليك قلبه بقى او تخليه يحكي ليك عن مشاعره، تستخدم مع النوع التاني من الاسئله اللي هو الاسئله الاوبن. ودي الأسئلة اللي زي احكِ لي عن آخر رحلة سافرتها، عملت فيها إيه؟ أو شايف إيه هي أحلامك وطموحاتك؟ أو إيه هو الفرق بين مشاعر الحب والصداقة بالنسبة لك؟ كل نوعية الأسئلة دي بتخلّي الشخص اللي معاك يبتدي يحكي لك ويعرّفك بنفسه أكتر، ودي نوعية الأسئلة اللي أنا بافضّل إنك تستخدمها وهي أسئلة القُبَل.